بنلاقي ناس بتقول لو رجع بينا الزمن من تاني في حاجات كتيرة ما كناش هنعملها، ناس ما كناش هنتمنى إننا نقابلهم أو يكون بينا أي تعامل، صدفة ما كناش نتمنى إنها تحصل في حياتنا، دعوات كتير كنا بندعيها من جوه قلوبنا ما كناش هندعيها من الأساس، ما كناش هنتعشم في حد قوي، حاجات كتير قوي لو رجع بينا الزمن ما كناش هنعملها أبدا. وده يخليني أقول لك حاجة مهمة قوي. كنت باكلم صديقة ليا من أيام الجامعة، وكنت كل ما أسألها عن فلان أو فلانة اللي اتجوزوا بعد ما اتخرجنا على طول تقول لي انفصلوا. يا ترى إيه السبب؟ طب خليني أسألك، فاكر عملت أكونت الفيسبوك بتاعك من قد إيه؟ كام بوست من اللي أنت بتشوفهم في الميموري تستغرب من اللي أنت كنت كاتبه، مع إنك وقت ما كتبته كان عاجبك جدا وفرحان بيه قوي، كنت بتدافع عن كل كلمة فيه، كنت بتتضايق لما حد يقولك كلامك ده غلط ومش صح لأنك كنت مقتنع بكل كلمة وقتها. مش بس كده، كم صورة من اللي بتشوفها وتقول إيه اللي أنا كنت لابسه ده، رغم إنك وقتها كنت فاكر نفسك في منتهى الشياكة، أشيك واحد في الدنيا. كمية الناس اللي اتصورت معاك ومعلقين لك على صورك وكانوا أعز أصحابك، هما فين دلوقتي؟ أنت مش عارف عنهم أي حاجة. خليني أقول لك إن السبب في كل ده هو أفكارك وقناعاتك واختياراتك اللي هما مش عاجبينك دلوقتي، اللي كانوا موجودين في بوستاتك وصورك القديمة. هي دي أفكارك، هي دي معتقداتك اللي أنت كنت هتعتمد عليها في اختيار شريك حياتك لو ارتبطت بيه في الوقت ده. ضيف على ده القدرة المادية. هو إيه رأس مال شاب أو آنسة أو واحدة لسه متخرجة؟ مفيش. فين رأس مالهم؟ إلا لو الأهل طبعا قرروا مساعدتهم. طبعا الظروف المادية والخبرة اللي مش كافية للجواز يبدأ الأب والأم يتدخلوا في حياة ولادهم في كل حاجة تقريبا، وده للأسف من أهم الأسباب اللي بتبوظ الجواز. يا شباب يا بنات، الجواز عمره ما كان غاية. ما تستعجليش للجواز عشان نفسك تلبسي الفستان الأبيض، ما تستعجلش الجواز لمجرد إنك لقيت شغلانة كويسة، ما تستعجليش الجواز عشان حاسة بالوحدة، ما تستعجلش الجواز عشان أهلك عايزين يشوفوك عريس، ما تستعجليش الجواز عشان كل صحباتك اللي حواليك اتجوزوا، ما تستعجلش الجواز لمجرد إن أهلك جايبين لك شقة وهيعملوا لك الفرح، ما تستعجليش الجواز عشان خايفة قطر الجواز يفوتك. الجواز مش غاية ولا في حد ذاته إنجاز، هو وسيلة، وسيلة عشان تعيش مع الإنسان اللي بتحبه واخترته، تعيشوا مع بعض سعداء بقيت حياتكم. والإنجاز الحقيقي هو اختيار الصح للشخص المناسب، بس إمتى؟ بعد نضج أفكارك وقناعاتك وخبراتك. صحيح الحب رزق مش ثمرة اجتهاد شخصي أبدا، وعدم الاستعجال مش بالضرورة إنه يضمن لك إنك أنت توصل للحب ده ونجاح علاقتك، بس لازم تتأكد إن كل ما بيتقدم بيك العمر كل ما اختياراتك بتكون أحسن وأفضل وأصح، وده نتيجة خبرات هتكتسبوها ودروس هتتعلموها ونماذج ما كملتش حواليكوا هتشوفوها، هتخلي للجواز خصوصية وقدسية وشعور بالمسؤولية في اتجاه شركاء حياتكم المستقبليين. ما تستعجلوش عشان ما ترجعوش تندموا وتقولوا يا ريت الزمن يرجع بينا من تاني. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. هدية محمود.